ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم فيديو جديد وروتين جديد ان شاء الله هيعجبكم وهتتشجعوا بيه. الروتين بتاع النهارده هيبقى في اوضه الاطفال وفي البلكونه. يا رب يعجبكم وتتشجعوا كده منه وتاخدوا منه طاقه ايجابيه وتقومي كده تخلصي كل اللي وراكي. هطلب منكم لو اول مره بتشوفوا قناتي وعجبتكم قناتي تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان كل ما اعمل فيديو جديد يوصلك اشعار بيه. ولو انتي مشتركة بقى معايا بالفعل ما تنسينيش بقى كده في لايك وكومنت حلو كده تشجعيني بيه. ويلا نبتدي الفيديو بتاعنا. الفيديو دوت متصور يوم السبت 12/11. ابتديت الروتين دوت من بعد العصر، جيت ابص على البلكونة كان عندي غسيل كنت بلمه، ما عجبنيش خالص شكل البلكونة، لقيتها بالمنظر ده. لقيت الشبكة بتاعت الزرع ديت عايزة تتنضف، عليها كمية تراب بصوا فظيعة. وكمان لقيت النجيلة الصناعية عايزة تتنضف والشيش، البلكونة كلها متطربة. فقلت خلاص بقى ما بديهاش، انا ما كنتش ناوية اصلا على الروتين دوت. بس وانا بلم الغسيل زي ما قلت لكم كده لقيت المنظر والتراب فظيع، فقلت لا خلاص انا هنضف. ما كنتش كمان ناوية اصور، قلت لا في ناس سألتني على الشبكة بتاعت الزرع ديت هي عملية في التنظيف ولا لا، وكمان النجيلة سألتوني عليها. فقلت فرصة اصور لكم الروتين دوت. وكمان انا بقالي حوالي 3 او 4 ايام ما نزلتش فيديو، فقلت خلاص هنضف وكمان هصور. فبصوا بقى اتشجعت في ثانية مع اني ما كنتش ناوية خالص على الروتين ده. جبت بقى الفرشة وابتديت ان انا انضفها كده، وبحاول ان انا امشي على كل الورق بالفرشة، التراب بينضف بسهولة جدا. طبعا لو حابين تغسلوها بتتغسل عادي، هنبقى ان شاء الله نغسلها في روتين تاني. نضفتها كلها كده بالشكل ده، ما خدتش معايا وقت وهي عملية جدا وبتقعد فترة طويلة، يعني ما بيجرالهاش اي حاجة، بتتغسل وبتتنضف عادي. محمد طبعا كان واقف معايا زي ما انتم ما شفتوا كده، واقف عمال بيتفرج. هو بيحب الفرش الفوط اللي انا بنضف بيها. اول ما يشوفني ماسكه حاجه من الحاجات دي بيبقى عايز يمسكها ايه وينضف زيي. وكمان بتعمل الشيش، بتنضف الشيش حلو قوي. شايفين بقى كميه التراب اللي موجوده على الشيش؟ فظيعه. المهم بقى هنضف برضو كده الشيش من التراب، ما خدش معايا وقت خالص. هتشوفوا دلوقتي الروتين دوت انا ابتديته بعد العصر، يعني انا صليت العصر ودخلت الم الغسيل، لقيت البلكونه بالمنظر ده، ابتديت خلصت بقى الساعه كام يعني. ابتديت مثلا على الساعة 3:30 كده، خلصت الساعة 5. البلكونة بالأوضة. طبعا التصوير هو اللي بياخد معايا وقت، لاني لما بصور مقطع بروح اشوف المقطع دوت مظبوط في التصوير ولا لأ، الإضاءة بتاعته حلوة ولا لأ، اروح اعمله في الفيديو بتاع المونتاج عشان المقاطع ما تتلخبطش وتبقى مترتبة. فطبعا هو الترويق نفسه ما خدش معايا وقت، لكن الساعة ونص دولت في ايه؟ في ان انا امنتج الفيديو واظبطه. تمام كده. خلصت برضو كده، خدت السلك معايا والازاز بتوع الاوضه، وسبت الاوضه بقى تتهوى. انا من الصبح وانا فاتحه اصلا الشباك، فالاوضه متهويه كويس جدا، مفيش حاجه عايزه تتمسح ولا تتلمع، هو الروتين كله على الناشف كده. وجبت بقى البين باك برضو هلمعها بالفرشه ديت. بصوا الفرشة ديت فظيعة في التنظيف، اي حاجة فيها تراب بتنضفها كويس جدا، ومش غالية خالص، كنت جايباها ب22 جنيه. يعني ما هيش غالية خالص، وبتعمل كذا حاجة، الشيش والازاز والسلك، بتنضف كل الحاجات ديت كويس جدا من التراب. لو عندك كمان خشب في البيت عليه تراب بتنضفه حلو جدا. كمان تقدري تبليها اي حاجة وتعملي بيها الحيطان، بتنضف حلو برضو معاكي. خلصت بقى كده، وكمان انا جيت اعمل السور والحيطه بتاعت البلكونه كلها مشيت عليها بالفرشه ديت. فاتخلصت بقى من كل التراب. هنا طبعا التراب كان جه على الكاميرا بتاعت الموبايل، بس ما تقلقوش انا عدلته تاني اهوت. وهكنس بقى كده النجيله بالمكنسه، بتنضف بكل سهوله وعمليه جدا جدا جدا، اللي عايز يجيبها ما يترددش. بتكنسيها عادي خالص بالمكنسه، بتعمليها معامله السجاد. لو عايزة تغسليها بتغسليها عادي برضو، مفيش اي مشكلة. هنشاركها ان شاء الله مع بعض مرة تانية اكون غسلاها، وغسلة كمان الشبكة بتاعت الزرع. تعالوا بقى نتكلم في موضوع مهم جدا. بجد انا مستغربة الناس اللي هم بيبقوا بوشين دولت، مش بوشين بقى، دول ب100 وش. مش بوش واحد ولا وشين ولا 100 وش بمعنى الكلمة. انتوا بجد ازاي كده؟ يعني بتستفادوا ايه؟ يعني انا كهاجر، لو انا متضايقه من شخص او شايفه ان الشخص اللي قدامي دوت وحش، الست دي مثلا مش عاجبني حاجه في شخصيتها، في طريقه كلامها، في اي حاجه، ما بتكلمش عليها وما بنتقدهاش، بتجنبها. خلاص انا مش عايزه اتكلم معاكي او كرهاكي، مش حباكي، مش هتكلم معاكي. لكن انتوا ليه بوشين؟ تبقي مش حابه الشخص ده او الشخصيه ديت،
وتروحي تتكلمي معاها ومن قدامها حبيبتي 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 حبيبتي، ومن وراها تقعدي بقى من وراها. انتوا عارفين طبعا اللي بيتقال، بتستفادي ايه؟ ليه بوشين؟ انتوا عارفين ان الشخص اللي بوشين بيبقى منافق، والمنافق المنافقين بقى عموما يعني اخوان للشياطين. انت متخيلة كمية الذنوب اللي انت بتعمليها على حاجة ما تستاهلش؟ يعني انت متضايقة من حد، ما تتكلميش معاه، تجنبيه. مش عاجبك حد، ابعدي عنه، خرجيه من حياتك. حد بيتكلم عليكي، سيبي اللي يتكلم يتكلم. انا طبعا ما بيشغلنيش كلام اي حد، وعارفة كويس جدا الناس اللي موجودين في حياتي اللي بوشين واللي بكذا وش، مش وشين بس زي ما قلنا. انا شلت الناس ديت بصوا من حياتي. اي شخصية بتعامل معاها اكتشفت ان هي بوشين او منافقة بمعنى اصح، شلتها من حياتي، عملت لها بلوكات، مسحتها من عندي. مش حابة ان انا اتكلم مع حد بوشين. بصوا مش حكاية ان انا يعني مثلا هي شغلاني او هي تستاهل المعاملة، لا، انا مش حابة فكرة ان يبقى موجود في حياتي حد فاكر ان هو مغفلني، او فاكر ان انا عبيطة او مثلا هبلة، مصدقة حبك ليا، مصدقة اخلاصك ليا، انتي بتحبيني، انتي قلبك عليا، انتي حبيبتي، انتي صاحبتي. لا، انا مش عبيطة ولا انا ساذجة عشان تدخل عليا الحوارات دي. بصي، اي واحدة موجودة في حياتك دلوقتي عايز تعرفي اذا كانت هي فعلا مخلصة ليكي وصاحبتك بجد، ولا منافقة وبميت وش زي ما قلنا برضو. شوفيها بتتكلم على باقي اصحابك ازاي، او على مثلا باقي معارفك ازاي. اتأكدي 1,000,000% ان زي ما هي ما بتتكلم عليهم قدامك، بتتكلم عليكي في ظهرك يعني مع الناس دي. لو كلامها حلو وكويس عن الناس التانيين، هيبقى كلامها حلو وكويس عليكي. ما تفرحيش لما تلاقي واحدة صاحبتك جاية بتقولك مثلا حاجة على واحدة تانية، او بتكشف سر الواحدة التانية قايلاه عليكي، سواء كلام عليكي او اي سر. ما تفرحيش، دي حاجة مش كويسة اصلا. زي ما بتعمل كده مع صاحبتك دي او قريبتك دي، بتعمل برضو كده عليك انت كمان. فدي شخصية ما تستأمنش ان هي تبقى صديقة او تبقى موجودة اصلا في حياتك، وما تستأمنش على اي سر. تمام. زي ما شفتوا معايا كده الكلام خدني. تعالوا بس اقول لكم كده كنت بعمل ايه في الاوضه. زي ما شفتوا جبت الفرش الاخضر دوت، اللي هو كان الكسوه بتاعت الركنه القديمه، اللي هي الركنه اللي انا جددتها. زي ما قلت لكم انا هستخدمه في حاجات كتيره جدا، هنعمل له زي اعاده تدوير. استخدمته زي مفرش كده للسراير، وعملته بشكل فيونكة، ولمعت بقى المكتبة، ولمعت الكومودينو، وكمان لمعت الترابيزة، وكنست الأوضة بالمكنسة. زي ما انتم شايفين كده الروتين كله سريع، بس طبعا فرق جدا في شكل الأوضة وفي شكل البلكونة، شكلهم بقى مرتب اكتر. الديكور بتاع المفارش الخضرة كده حاساه ادى شكل للأوضة، شكل مبهج. انا بحب اصلا الالوان دي، بحب الالوان قوي، الاخضر، الازرق، الفوشيا. هتلاقوا الالوان دي كتير قوي موجودة في شقتي. تحسوا ان انا بكنس السجاد كده بالعافية او متكيه جامد على المكنسة عشان اعرف على الوش بتاع الفرش بتاع المكنسة. الوش دوت بيخلي السجاد نضيف كويس جدا معاكي. لو في اي شعر او اي فتل في السجاد بيشيلها، وتحسوه بقى كده زي ما يكون السجاد مغسول. خلصت بقى كده وعطرت الأوضة، وده كان الفيديو الروتين بتاع النهاردة. يا رب تكونوا عجبتوا وتكونوا استفدتوا بالكلام اللي انا قلته في الفيديو.